فيلمنا بيبدأ سنة 1850 وقت ما كان الزيت المستخرج من الحيتان بيساعد في إنارة المدن، وبيكون في صيادين شغلتهم إنهم يصطادوا الحيتان مخصوص عشان الزيوت بتاعتهم وبيحققوا ثروة منها. وساعتها بقى في رغبة عالمية لأي حد إنه يشتغل صياد ويبحر في قلب المحيط وهو مش عارف إيه مستنيه. وبيكون في مؤلف اسمه ميلفيل ساب مدينته وسافر عشان يقابل صياد اسمه توماس، وهو راجل كبير عجوز منعزل عن الحياة، حتى مراته مش بيتكلم معاها إلا قليل. وبيكون ميلفيل رايح له مخصوص عشان يعرف منه قصة سفينة معينة اسمها اسكس واللي غرقت بسبب حوت ضخم. وبيبقى توماس رافض انه يتكلم عن السفينه واللي حصل فيها، بالرغم من انه الوحيد اللي عاش من طاقم السفينه والباقي كلهم غرقوا. واما ميلفيل بيفقد الامل منه بيقرر انه يمشي من البيت، فبتحاول مرات توماس انها تقنع جوزها يحكي للمؤلف كل حاجه عن رحلته عشان يرتاح، وعلشان هم محتاجين الفلوس اللي ميلفيل عارضها عليهم. فبيبدا توماس يحكي له ان قصه اسكس هي قصه قبطان اسمه جورج ومساعده اللي اسمه تشيس، وبيبقى تشيس شغال مع مستثمرين معروفين في المدينه بتاعته، وبيعرف منهم ان سفينه اسكس جاهزه للابحار، وبيعرضوا عليه انه يبقى مساعد القبطان فيها. وده بيضايقه جدا لانه كان المفروض يبقى هو القبطان بتاعها زي ما هم وعدوه في اخر مره لو رجع ب 150 برميل من زيت الحيتان، وده اللي هو نجح فيه. وبيفهموه ان القبطان لازم يبقى جورج، وده لانه من عيله معروفه ومشهوره بصيد الحيتان، وابو جورج من اكبر المستثمرين في شركتهم. وبيغروه عن طريق انهم بيوعدوه بنسبه 15% من الارباح وتعهد كتابي منهم انه هيبقى قبطان اسكس بعد كده. فبيوافق تشيس على عرضهم وبيرجع يبلغ مراته، واللي بتكون متضايقه جدا لانها عارفه ان رحلات الابحار بتاعه صيد الحيتان بتقعد بالسنين في البحر، واخر سفينه رجعت المينا كان بقالها 3 سنين في المحيط. وبيقولها تشيس انه في يوم من الايام هيبقى قبطان سفينته والمتحكم فيها، لان ما يعرفش حاجه تانية في حياته الا صيد الحيتان. وبيوعدها انه هيرجع لها بسرعه، فبتديله سلسلتها عشان يفضل فاكرها. وبيكون جورج بيحضر نفسه عشان يتحرك على السفينه، بيقابل ابوه اللي بيقول له ان القبطان مش صديق انما قائد، ولازم يؤمر كل اللي شغالين تحته والا مش هيبقى ليه كلمه عليهم. وبعدها بيتحرك على السفينه، وبيبقى طقم السفينه بيجهزها للابحار، ومنهم توماس لما كان طفل عنده 14 سنه بس، ومعاه صديقه اللي اتربى معاه في ملاجئ الايتام. وبيشوف توماس ان الاغلبيه معاهم دبوس مميز لابسينه وبيكون عايز واحد لنفسه، فبيقول له صديقه ان الدبوس ده عظمه من زعنفه الحوت، وبياخد واحده اما بيقتل الحوت بالرمح. وبيوصل تشيس للسفينه وبيقابل صديقه جوي اللي هيساعده في السفينه، وبيبداوا في التجهيز لحد اما السفينه بتبقى على وشك التحرك، وبتظهر عقده في شراع السفينه بتمنعها من الحركه. فبيطلع تشيس على الحبال وبيقدر انه يقطعها بمنتهى السهوله والسرعه، وبتبدا رحله الاسكس في المحيط بقياده القبطان جورج ومساعده تشيس. وبيكون تشيس هو المسؤول عن توزيع مهام السفينه على الطاقم، وبيلاقي قدامه توماس بيعاني من دوار البحر، فبيطلع على سطح السفينه عشان يتكلم معاه. وما بيطلع بيرميه من السفينه وهو ماسكه من رجله، وبيقول له ان ده هيعوده على البحر ويعالجه من الدوار. وبتعدي ايام عليهم، وبيؤمر جورج كل الطاقم انهم يشدوا كل اشرطه السفينه عشان تتحرك باقصى سرعه ليها ويعوضوا التأخير. فبينصحوا تشيس انهم قريبين من تيار الخليج وده ممكن يأذي السفينة، لكن جورج ما بيهتمش برأيه وبيخلي كل الطاقم ينفذ كلامه، وبتعوم السفينة بكامل سرعتها. وبيلاقي جورج انهم داخلين على عاصفة، فما بيهتمش وبيقول للطاقم انهم لو ما تحملوش العاصفة دي يبقوا شوية فشلة ومش هينجحوا في صيد حوت حتى. وبيظهر القلق على تشيس وجوي لانهم عارفين ان اللي بيحصل ده غلط، لكن بيبقوا مجبرين على تنفيذ كلام القبطان. وبسبب قلة خبرة جورج بيفضلوا يخبطوا في الامواج العاليه وبيخسروا مركب نجاه وفي اشرعه بتتدمر. واما العاصفه بتهدى يقرر جورج انه يرجع اقرب مينا عشان يصلحوا اللي حصل في السفينه، وبيطلب من تشيس تقديم استقالته لانه مش هيبحر معاه تاني. فبيطلب منه تشيس انه يفكر تاني في قرار رجوعه، وده لانهم لو رجعوا بدون برميل زيت واحد ده هيضر اسم عيله جورج وهيبقى شكله وحش قدام كل المدينه. وفعلا بيكملوا ابحار وبيعدي عليهم 3 شهور في البحر لحد ما بيسمعوا اصوات الحيتان وبيسموه زفير الحيتان، وبيستعدوا لصيدهم وبياخدوا المراكب بتاعتهم عشان يطاردوا الحيتان بسهوله. وبيختار تشيس اول حوت وبيرمي الرمح عليه وبيكون مربوط في حبل، وبيغرز الرمح في جسم الحوت، وما بيحاول يهرب بيشد المركب وراه، وبيفضل الحوت يتحرك لحد ما بينزل للقاع وبيشد الحبل وراه. وبيكون تشيس قلقان ان الحوت يخلص الحبل اللي معاهم وساعتها يسحبهم للقاع معاه. وقبل ما الحبل بيخلص بيخلي جوي اللي في المركب التاني انه يستخدم الحبل بتاعه هو كمان عشان يدوا فرصه للحوت انه يستسلم. وفعلا قبل ما يخلص الحبل بيطلع من تاني على سطح الميه وهو بينزف لحد ما بيتقلب وبيموت قدامهم. وساعتها بتقرب السفينه عشان تقطع الحوت، وبياخدوا منه كل حاجه ممكن يستخدموها سواء كان دهن او زيت او اكل. ولان توماس هو اصغر واحد على السفينه اجبروه انه يدخل جوه الحوت نفسه عشان يطلع الزيت منه، وكانت اسوأ ريحه شمها في حياته. وماله 49 برميل زيت، لكن فرحتهم ما استمرتش كتير بعد ما ابحروا لمده شهر وما لقوش ولا حوت واحد قدامهم من تاني، ودخلوا المحيط الهادي. وبيعدي الوقت لدرجه ان سنه كامله بتعدي عليهم
وهم مش مصطادين غير حوت واحد بس، وطقم السفينه كله اتشائم، ومخزون الاكل قرب يفضى نهائي، لحد ما بيلاقوا مدينه قدامهم عشان يرتاحوا عليها ويبادلوا جزء من الزيت اللي معاهم باكل وشرب ليهم. وساعتها بيسمعوا عن قبطان سفينته اتهاجمت وتم الاستيلاء عليها، واما تشيس وجورج بيروحوا له بيقول لهم انه كان في منطقه فيها مئات الحيتان، لدرجه انه كان قادر يعمل 3000 برميل زيت منهم، لكن ما كانش عامل حسابه للشيطان واكبر حوت ابيض شافه في حياته، لدرجه ان حركه الزعنفه بتاعته دمرت مركبه وقضت على 6 من رجالته. ساعتها الجشع اتمكن من جورج وتشيس وقرروا انهم يتحركوا على المكان اللي اتحدد ليهم، وهم مش عارفين هل الكلام اللي سمعوه حقيقي ولا مزيف. وبيكون عدى عليهم 14 شهر في البحر بدون رؤيه الحيتان اللي بيدوروا عليها، لحد ما اخيرا بيلاقوا كميه حيتان كبيره جدا قدامهم وبيتوجهوا ناحيتها فورا. بيتحرك تشيس وجوي وجورج ناحيتهم بالمركب لحد ما بيظهر الحوت الابيض اللي كانوا فاكرينه اسطوره، وبخبطه بسيطه منه بيقلب مركب تشيس، وبيحاولوا انهم يعدلوا مركبهم قبل الغرق وبيروحوا بيها السفينه عشان يصلحوه. وبيهجم حوت ضخم على السفينه وبيحاولوا انه يكسرها ويدمرها، وساعتها بيقرر تشيس انه يصطادوا بنفسه عشان يندموا على هجومه عليهم. وبياخد اكبر رمح موجود على السفينه وبيربط فيه حبل وبيطعن الحوت بالرمح، لكن بسبب ضخامته وقوته بيقدر انه يسحب الحبل معاه وبيدمر السفينه. واول ما جورج بيشوف اللي حصل لسفينته بيروحوا كلهم على اسكس تاني وبيلاقيها اتدمرت تماما واتكسرت وقربت تغرق، فكل الطاقم بيحاول انه يجمع الاكل والمؤن اللي يقدروا عليها عشان يتحركوا في المراكب الصغيره. وبسبب زيت الحوت بتمسك النار في السفينه وهي بتغرق، وبيروح تشيس عشان ياخد الاسلحه اللي في السفينه قبل ما تغرق، وبيقول لهم انهم هيروحوا يصطادوا. وبيفضلوا في البحر وشايفين قدامهم سفينتهم بتغرق، وبيبقى في 3 مراكب بس عليها الطاقم والمؤن، وبيفضلوا 12 يوم في البحر وهم فاكرين انهم ماشيين صح ناحيه الجزيره اللي كانوا عليها. بيدخلوا في وسط عاصفه وبيحاولوا انهم يستحملوا ويعدوا منها بنجاح، لكن بسبب قوه الرياح بتطير خشبه كبيره وبتخبط جوي وبتجرحه جرح كبير. وتاني يوم بيحاولوا انه يقنعهم بان الجرح مش خطير وان صحته كويسه ومش متاثر بالخبطه. وبيكون معاهم واحد اسمه اوين بيبقى معترض انهم يدوا ميه لجوي يشربها لانه هيموت قريب، فليه يخلصوا الميه اللي معاهم على راجل ميت. وبيفضلوا كلهم على المركب وهم ماشيين بيها في نص المحيط لحد ما بيعدي عليهم 34 يوم، واخيرا بيشوفوا قدامهم جزيره وبيجدفوا كلهم ناحيتها. لكن تشيس بيسمع صوت حوت وبيكون متاكد انه نفس الحوت اللي دمر سفينتهم وانه مطاردهم من بدري. وبيحضر تشيس البندقيه اللي معاه وبيهجم الحوت على مركبين وبيقلبهم بسهوله وبيقتل كتير منهم، والباقي الامواج بترميهم على الجزيره القريبه منهم، وكل واحد بيلاقي حاجه قدامه بياكلها سواء كانت بيض طيور او سمك قدروا يمسكوه. وتاني يوم بيتحرك تشيس في الجزيره لحد ما بيلاقي جثث ناس ميته كانوا برضه مستنيين سفينه تعدي عليهم عشان تنقذهم، ومفيش سفينه جات لهم وماتوا وهم مستنيين. وبيقرروا انهم يصلحوا المراكب بتاعتهم عشان يبحروا من تاني بدل ما يموتوا على الجزيره، وبيبقى عندهم امل انهم يرجعوا البحر يمكن حد ينقذهم. وبيجهز جورج رمح مخصوص للحوت عشان لو هاجمهم تاني يبقوا مستعدين ليه. وبيتقسموا مجموعتين، مجموعه بتقرر انها تفضل على الجزيره بدون ما يرجعوا للبحر من تاني، ومجموعه بتاخد المراكب وبتتحرك بيها في طريق هم مش عارفينه. وبيعدي عليهم 48 يوم في البحر لحد ما واحد فيهم بيموت، وبيفضلوا يبصوا لبعض لانهم فاهمين اللي على وشك يعملوه، لدرجه ان توماس بيعيط من الفكره نفسها، وما بيكونش قدامهم حاجه غير انهم يقطعوا الجثه ويفصلوا اللحم عن العظم ويفصلوا الاجزاء القابله للاكل، وبعدها يخيطوا الجثه ويرموها في البحر. واول حاجه كلوها من صاحبهم هي قلبه، وبيكون ساعتها العجوز توماس بيعيط وبيحكي عشان افتكر اللي عمله، وعمره ما حكى لحد عن اللي حصل في المركب، لانه لو حكى لمراته ما كانتش هتبقى معاه ولا تقبل تتجوزه او تعيش معاه حتى. لكن مراته بتبقى سامعه كل حاجه وبتقوله انها لسه بتحبه وكانت ممكن تشيل الهم ده معاه وما كانتش هتتاثر بيه، وكفايه اللي حصل له واللي هو مر بيه، وجي وقت انه يحكي كل اللي جواه براحته. وبيكمل توماس قصته وبيقول ان بعد مرور 71 يوم في البحر مركب جورج ومركب تشيس انفصلوا وكل واحد راح في طريق، وبيبقى جورج هو كمان لجأ لعمل قرعه بين رجالته على مين اللي هيتقتل ويتاكل لحمه، والقرعه بتيجي على جورج وبيكون جاهز للموت، لكن اون ما بيرضاش ومش بيقدر انه يقتله وبينتحر قدامهم عشان ياكلوا لحمه ويعيشوا ايام زياده. وبيجتمع جورج مع تشيس تاني في البحر وبيبقى عددهم اقل من الاول، وبيلاقوا ان نفس الحوت قرب منهم تاني عشان يدمرهم، وبيحاول تشيس انه يطعنه بالرمح اللي معاه، واول ما بيقرب منه الحوت يفضل باصص له، وعلى اخر لحظه بيقرر انه مش هيقتله، يسيبه يعدي بينهم. تكون اخر مره لتوماس وتشيس انهم يشوفوا جورج بعد ما البحر بيفرقوا من تاني. وبعد مرور 87 يوم في البحر بتعدي سفينه جنب مركب جورج وبتنقذه من الموت، وبعدها ب3 ايام بيكون تشيس وتوماس وصلوا اخيرا لجزيره وبيتم انقاذهم، واهل الجزيره بيدوهم اكل ولبس وبيرجعوهم من تاني لمدينتهم، وبتبقى مدينتهم مستنيه رجوعهم لكن بدون هتاف وفرحه، لان الكل بيكون مصدوم كانهم شايفين اشباح قدامهم. وفي سنه 1821 بيكونوا رجعوا بعد رحله ابحار طويله جدا، وبتبقى مرات تشيس مستنياه ومعاها بنتهم، وقبل ما يرجع معاها
معاها للبيت بيتم طلبه في الشركه اللي شغال فيها، وبيكون فيها جورج، وبيقفوا هما الاثنين قدام المستثمرين عشان يتم التحقيق في غرق السفينه، وبيأمروهم انهم يقولوا ان السفينه غرقت والطقم مات غرقان برضه، لان لو اتعرف ان الحوت هو اللي دمر السفينه اغلبيه الصيادين هيسيبوا شغلهم وهيخافوا من البحر، والشركه هتخسر وممكن كلهم يفلسوا. فبيقول لهم تشيس انه مش هيغير كلامه ومش هيشهد قدام المحكمه باي حاجه غلط لو استدعوه. واما بيخرج من الشركه بيلاقي ان توماس مستنيه عشان يشكره على مساعدته ليه، وان كان ليه الشرف في الابحار معاه، فبيديله تشيس الدبوس بتاعه عشان يحتفظ بيه لانه يستحقه. وبيجي تاني يوم المحاكمه، وبيكون جورج بنفسه بيعترف بالحقيقه وبيقول اللي حصل لسفينته من الحوت الابيض، لكن كلامه ما بيأثرش في سوق العمل. وجورج نفسه بيبحر تاني عشان يدور على الحوت الابيض، لكنه بينتصر عليه مره تانيه وبيدمر سفينته تاني، وبيرجع جورج لمدينته على مركب. واول حاجه بيعملها تشيس هو انه يبعت مركب للجزيره اللي عليها اصحابه، وبيلاقي ان جوي ميت لكن زمايله لسه عايشين باعجوبه وبينقذهم. وبعدها بيسيب المدينه كلها وبيبقى قبطان على سفينه تجاريه خاص بيه. وبيتكلم توماس العجوز ان كده قصته انتهت بكل تفاصيلها، بيطمنه ميلف ان مش كل التفاصيل هتتقال في الكتاب وانه هيعملها قصه خياليه مستوحاه من الواقع. وبيمشي ميلفل من بيت توماس، وبعدها بفتره بيتم نشر روايته للعالم كله.